قلت: سلام لك يا شيخ موصول بالعرفان، هذا من ابن اليماني يهديه لك يا زين، مخصوص لك مني ما يملأ الوجدان، بالود من قلبي مبعوث للواثين. واهدي تحياتي لمن يتواجدون الآن، أنصار للدعوة في حضرتك باقين، والشكر من قلبي أهديه للإخوان، من هم سند للشيخ أنصار ومحبين. أولهم أبو آدم له حب في الشريان، في نصرة الإسلام من خيرة الواقين، والأخ أمين العز واقف كما البنيان، في البث قد أشرق من نور لا نورين. والأخ كرم بلبل غرد على الأغصان، في بث خير الله أصبح من الحامين. وسلام لمحمد ما شنت الأمزان، وامست سحايبها ومزانها تسقين. وأبو العواصف ثائر مثلما الطوفان، قد ثار بركانه ضد الصليبيين. وهنا أخي أيمن قد ميز الإيمان، ساند بهذا البث إخوانها الباقين. واجمل تحياتي من هاشذ الريحان، تهدى لكم يا شيخ يا قبلة الداعين، يا فارس السنة غصنك كما الريان، يا سيف يا مسلول غمدك برز سيفين. يا زين خير الله بك تفخر العربان، يا قاهر الأعداء ربي يسندك ويعين. تبطل حكمة الحية وتصبح لها ثعبان، في دعوتك للحق يا سيف أبو حدين. ثابت ولا هزك من يدعي النكران، من ينكر السنة أو يطعن بهذا الدين. رب السماء يعطيك من صبرها السلوان، على كل نصراني وملحد وشيعيين. لا يعرفون الحق ولا يعرفوا أديان، من يعبدون الأب وجنبه قنومين، من يدعون الحب في زمرة الشيطان. فأين هذا الحب يا قبلة الباغين؟ إرهابكم واضح وحقيقته قد بان، جاء منكم السباب والكل شتامين. وصفتم ربكم لبوه وأنتم الخرفان، تولد كجحش الفراء بالذل يا مسكين. قدستم كتاب الجن قد حرفه إنسان، وتعاندون الحق والكل كذابين. رميتم أنبياء الله بالقول والبهتان، منهم قلتم الفاحش وقلتم عنهم زانين. بالله أفتوني ما كلها الطغيان، أكان هذا الحق قد جاء بهذا الدين؟ كتابكم مجهول من ألف هيمان، اقرأ نشيد الإنشاد باتعرف الراوين. سفر النشيد اللي أثار العاشق الولهان، كلامها الجنسي بالنص والتدوين. لو كان هذا وحي ما حرم على الغلمان، لا تقرأه إلا إذا عمرك بلغ 50. فالشيخ يحسبكم به عنده تفر هربان، مدري لماذا تستحي من نص أو نصين. أما عن القرآن هو الحق والتبيان، قد جاءنا هديه بالحق والتبيين. قد جاءنا هديه بالحق والتلقين، فكتابنا محفوظ من ربنا المنان. نتلوش ذا الآيات بالنون والتنوين، بالفاتحة يبدأ ذي توصف الرحمن، والخاتمه بالناس من شرهم يوقين. لو تستمع طه وتقرأ الفرقان، تعرف كتاب الله بالحق والتبيين. قد بين الحكمة ذي جابها لقمان، تجري العجاب به لو تستمع جزئين. أما كتابك بس لو تقرأ العنوان، بتعرف الإنجيل لا شيء أمام التين. كل التناقض فيه بالنص والأمتان، نساخكم أصلا من نسل دساسين. يا من زعمت الحق هيا إلى الميدان، فهنا أسد فارس يفضح الباغين. يظهر يناظركم بالدليل والبرهان، بالعلم كمواجه أو كار مرتدين. منهاجها السنة والمرجع القرآن، فبهديه صرنا نحو العلا راقين. أما عن المرشوم عقله طلع حيران، كونه أضل الحق والكل مرشومين. من يعبد الثالوث قالوا هم الرهبان، الابن بعد الأب وروح القدس داعين. ثلاثة بضن واحد تجسد على إنسان، رجل من رجل طبعا يقولوا هناك اثنين. لا يعرفون حساب توحيدهم تيهان، ولا يقدرون إخراج الحرف من حرفين. فمن أحب الرب نزه عن النقصان، لا يوصفه بالموت والضرب على الخدين. كيف الإله يصلب وتجعله مهتان، من ابن اليهودية وذناب روميين؟ قبل الختام ادعوك يا رب يا رحمن، اجعل لي شيخي زين مقعد بعليين، وبجنتك ينعم في جنة الرضوان، في زمرة الأخيار أحباب مرضيين. وختامه صلوا على النبي العدنان، شفيع يوم الحشر ومن لظى سجين. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.